يا شباب لو تدرون قد ايش اني فرحان اليوم، كيف لا، واليوم تم الاعلان على فيلم دورايمون القادم في العام 2026، واللي راح يكون اعادة انتاج لفيلم 1983 بعنوان نوبيتا والقلعة الشيطانية الجديدة تحت البحر، او شين نوبيتا نو كايتاكي كانجو، واللي تم الاعلان عنها اليوم بشكل مفاجئ بالبث المباشر عند القناة الرسمية على اليوتيوب. الصراحة يبغى لها ريميك في السنة الجاية من جد عشان تكون ذكرى 20 سنة جميلة لأول فيلم دورايمون من نسخة 2005، واللي هو فيلم ديناصور نوبيتا 2006. طبعا حاليا ما عندنا غير التيزر للفيلم واللي ما عرض الكثير، بس ورانا لمحة عن المكان اللي راح يتواجدوا فيه الشخصيات واللي هو البحر، وفي نفس الوقت قاعدين يلمحوا للشخصية شكلها راح تكون الرئيسية في القصة. صراحة عندي أكثر من تساؤل، قاعد أسأل نفسي ليه في سيارة مع دورايمون في نفس الوقت؟ من هو هذا الشيء اللي كان بالنسبة لي محبط، وهو أن مستوى الأنيميشن كان عادي تقريبا، وحتى تصميم الشخصيات مو متغير تقريبا عن الأنمي العادي بشكل كبير. عندك دورا تشان يعني هو نفسه ما تغير فيه إلا الطاقية اللي حاطه في راسه، ونوبيتا هو نفسه نفس الانمي. لوك ات ذس، وتاكيشي وسونيا وشيزوكا كمان فيهم تغيير بسيط يعني شبه غير ملحوظ، ولكن تصميم الملابس لوك ات ذس، تصميم ملابس احبتي في الله. نوبيتا طبعا صرفونا بنفس الفانيلا الصفراء بس مع شويه خطوط زرقاء على خاطر يحسسك انه هذا فيلم جديد. سونيا حاليا يحاول يوري نفسه يتفشخر وانه يسوي نفسه غني وهو يلبس ملابس يعني اوكي، هي ما فيها فرق كتير عن الانمي العادي لكنها ملابس جديده تعتبر للفيلم. شيسوكا تشان يعني ايش الكياتة دي، ايش الكياتة دي، ايش الربطه الكياتة دي. تاكيشي طبعا 2020 2024 2026 كلها نفس الفانيليا، الريحه فايحه يا اخوان. حتى البوستر رهيب الصراحه، وحتى السيم حقها اللي هو البحر برضو احسن من السنه اللي راحت، واللي كان التيزر الاول بدون بوستر بس صوره الشعار. وعلى طار الشعار هذه المره راح اقول لك انه لك عليه، يعني توقعته اجمل ومن كذا يعني، لكن ما راح نقول اي شيء. واللي يسال ليش قاعد احلل التيزر والبوستر تراني مو متابع المانجا ولا الفيلم، فعشان كذا خلوني احلل على راحتي تمام، ولا الاقي واحد يحرق علي تحت في التعليقات.